مساء الخير على كل اللي بيسمعونا. معاكم سارة ديرزاوي وعمر علام في فيس توك. وحشتونا من اليوم اللي فات. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. ازيك انت يا سارة؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. تمام 100. عامل ايه في الحر ده؟ هو عايش، هعمل ايه يعني؟ لازم نستحمله. لا الجو لا يطاق. معلش بدنا نغيره. لا الحمد لله على كل حاجه. بس هنتكلم النهارده بقى في حاجات بدنا ان احنا نغيرها، صح؟ تمام بس ما تحرقش بقى البرنامج. طيب عايزين نقول للناس بسرعه فكره برنامجنا تاني. ان احنا البرنامج بتاعنا بيجيب جروب من جروبات الفيسبوك الكبيره اللي اثرت في الشباب والبنات. في عدد مشتركين كبار. بنتكلم مع ادمن من الادمنز او نجيب الكرياتور بتاعه وندردش مع بعض شويه بس. تمام. عايزين برضو نفكر كل اللي بيسمعونا المشاركات يا جماعه، يا اما عن طريق الشوت بوكس من صفحه الليسن قدامكم، يا اما عن طريق في مشاركات تليفونيه على رقم 011 73 764. بس الشوت بوكس لو ما اشتغلش اعملوا ريفرش او ريستارت اي حاجه ليه يعني. تمام خلاص نطلع فاصل بسرعه مع محمد منير طعم البيوت. طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب اوام واوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت. جدران بتحضن جوا منها قلوب كتير وابواب بتقفل عالجناين وعالوزير. شباك موارب من وراه واقفة الصبايا قضوا النهار في الوقفة قدام المراية. أسرار كتير عدد البيوت في الشارع الطيب يا ناس ما يبانش منها غير اللي يطلع منه صوت. طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب اوام واوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت. طعم الحاجات لما تحلى في ساعة العصاري تفتح مزاد على الحب تلقى ألف شاري. شاهد بيفضل من البداية للنهاية وكل ركن في قلبه يحكي لك حكاية. وكفاية لما بتلاقيه فاتح دراعه يناديك ويقول تعالى في حضني ده انت وحشني موت. طعم الحاجات بيع الساعات وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت. حاجات بيع الساعات ويدوب اوام واوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت. طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب اوام واوام يفوت جوا القلوب. فكرة جروبنا يا جماعة هي تصوير كل حاجة غريبة ومختصة بالشارع المصري بس. من الجميل أن تتعرف على سلبيات البشر وتلفت انتباههم ليها بصورة غير مباشرة وبشكل حضاري أنيق. بيتهيألي كده خلاص عرفوا الجروب ايه؟ الناس أصلا عارفة. احنا يا جماعة معانا النهاردة جروب رصد غرائب الشارع المصري. الجروب ده هايل جدا يا جماعة بجد. معانا احمد سيد الكرياتور بتاعه. ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ 100. عامل ايه في الحر ده؟ تعبان طبعا. ربنا معاك. قبل اي حاجه كلمنا عنك بقى.
انت عادي. مين بقى، بتدرس في ايه، كل اسمك حاجة. وسنك وعنوانك. طيب اطلع البطاقه. الاجتماعية اهم حاجة. طيب اعزب اول حاجه. احمد سيد. عندي 23 سنه. لسه مخلص اهو من كام يوم كليه تربيه جامعه عين شمس. الف مبروك. الله، يبارك قسم ايه؟ فيك. حاسب اني. انا اصحابي كتير هناك والله. اه لسه مخلص اهو وبس يعني. قال اعزف في الاول خلاص. لازم تسمعيها تاني. لا يعني عشان نأكد بس. تمام. تمام. بص، انا امبارح، مش امبارح، النهارده الفجر الساعه 5 دخلت الجروب لقيته 76,000 وكام 953. دلوقتي بقى 77,000. مبروك. الله يبارك فيك. لا هو مش مبروك ولا حاجه، بس هو يعني ليه؟ طب مش مبروك ولا حاجه، ما ده حلو. انت عايز توصل ل 100,000 صح؟ انا مش عايز اوصل لحاجه. انا ما كنتش مستني ان اوصل لحاجه على فكره. ايه ده على طول لا كده؟ خالص. طيب تمام. عايزين بقى نسالك شويه اسئله كده نتكلم بقى في الموضوع ده. نتكلم بقى عن الجروب. تمام. عايز اسالك الجروب، انت هي صار لسه قايله وصل النهارده 77,000. طيب الجروب ده انت عملته امتى؟ ابتدى امتى؟ الجروب ده ابتدى شهر 10 السنه اللي فاتت، 10 2008. فعلا؟ فعلا؟ يعني هو داخل دلوقتي في حوالي 8 او 9 شهور. يا ما شاء الله. لا هو يعني الجروب زاد عشان فكرته. تمام. فكرته كانت جديده ومختلفه وبتشد كل الناس، اللي هي التصوير. كلمنا بقى، كلمنا عن فكرته. الفكره ان هو يعني كلنا ابتدينا ان احنا يعني اي حد بيحب يصور بموبايله. بس انا يمكن عندي الموضوع زياده شويه، بحب تمام. اصور اي حاجه غريبه. ممكن تكون كوميديه، تكون مستفزه، اي حاجه. بس انا بصراحه يعني ابتديتها كوميديه، وكنت بصور الحاجات اللي بتضحكني وبتضحك اصحابي وكده. وما كنتش حاطط في دماغي ابدا ان الجروب ممكن يوصل للعدد الرهيب ده. يعني انا كان كل اللي مستنيه من الجروب يبقى 100 او 150. بس هو الجروب ما دام فكرته كانت واضحه، وغير كده كان في مشاركات من الناس، فالناس كتير قوي حبت انها تشارك، وناس كتير جدا بتحب تصور بالموبايلات او سواء بالكاميرا ومعايا او اي حاجه. ففجاه الجروب زاد بالحجم ده. تمام. يعني انت حتى كمان كاتب على الجروب كلام كتير، قول لنا منه حاجه يا عمر. كاتب كمان في بدايه الجروب: عمر التصوير ما كان تفاهه، وعمر ما كانت الموهبه والهوايه مضيعه للوقت، والا كان الانحراف هو اقصر الطرق. يعني هو السبب ان في ناس، مش حكمه ولا حاجه، بس هو في سبب ان الناس اوقات بتدوس على الواحد. يعني بتقول له انت يعني بتصور ليه، وايه الكلام الفاضي ده، وانت بتعمل ليه كده، ويعني هو عالم فاضيه بقى وبتستهبلوا بقى قاعدين ماشيين تصوروا في الشارع وكده. بس يعني انا شايف ان التصوير دي موهبه. يعني اي واحد بيعرف يصور كويس، او بيعرف يلقط الحاجه الحلوه، او بيشوف الحاجه الحلوه بعينيه، دي تبقى موهبه. لا بس خلينا مقتنعين ان انت الجروب بتاعك ما فيهوش حاجات حلوه كتير. لا هو ما فيهوش حاجه حلوه اصلا. صح. انت اللي قلت اهو. طب سؤال بقى بصراحه، الجمله دي اتقالت لك قبل كده؟ يا كل يوم. كل يوم. شكلك عانيت معاها كتير. في تاني انت كاتب: واي حد عنده موهبه مهما كانت حلوه يمارسها، وبلاش تكسروا مقاديفه ولا مجاديفه، ما اعرفش بقى مجاديفه. واهتم بنفسك واعمل خير، واحنا هنحاول نعمل خير. يعني انا اقصد من دي ان في ناس بتخش تقول لي بدل ما تقعد تصور وتضيع وقتك في التصوير وفي الابلود وفي الحاجات دي، يا اخي اعمل خير، روح ساعد الناس الفقيره دي. اللي مثلا صورت مثلا ناس نشر غسيل في الشارع مثلا، هو بيقول لي ما هي دي ناس فقيره، روح ساعدها احسن بدل ما تصورهم وتنزلهم على الجروب. انا فاهم انك بتنزلهم عشان بدل ما انت تساعد لوحدك، كل اللي يدخل ويشوف يبقى نفسه يساعد في الناس دي. وبعدين انا لو هروح اكلم كل واحد عامل حاجه غلط في الشارع، مستحيل اروح بيتنا. مش هتقدر. مش هروح بيتنا اساسا. بس خلينا مقتنعين انت مش هتقدر. مش هينفع تكلم حد، محدش بيقبل نقد من حد ابدا خالص. تخيل بقى انت ماسك واحد في الشارع، انت لو سمحت يا حضرتك من فضلك عربيتك انت كاتب عليها من ورا ليه كده في حرف غلط، هيديني بالقلم على طول. هيديني بالقلم على طول. كلام غريب اصلا. كمان مكتوب: تنجح الصورة في كثير من الأحيان في تجسيد ما يعجز اللسان عن وصفه أو التعبير عنه، وخاصة إذا كانت ساخرة وتحمل شيئا من الفكاهة لتسليط الضوء على سلبيات المجتمع، لأن المعرفة أول طريق الإصلاح والاستفادة من الأخطاء. دي حصلت معايا على فكرة.